عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ طبعا المقدمة بتاعت كل مرة، اللي اول مرة يشوف القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم ده. بصوا بقى، انا جاية اعمل معاكم غدا حلو وسريع وبسيط جدا وحاجة جميلة جدا، واول مرة انا اعملها معاكم، بس هي جميلة جدا ولذيذة. غدا طبعا لو انت شغالة او بنوتك عايزة تعمل لقمة سريعة، الغدا دوت هيبقى حاجه سريعه جدا وهتبقى لذيذه وطعمها حلو. تعالوا بقى نقول المقادير بتاعتنا. معايا هنا بطاطس، معايا هنا سجق، معايا التوابل، معايا فلفل حراق، فلفل رومي براحتك، معايا هنا بصلايه كبيره. عايزه تعمليها تتغمس بعيش براحتك، عايزه تعملي جنبيها شويه رز بشعريه كده، رز حبايه وحبايه برده براحتك. ومعايا هنا معايا طماطم عصراها في الخلاط. وايه بقى، يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. التوابل حسب اللي عندك. عندك فلفل اسمر، عندك كمون، عندك ملح، عندك دجاج. التوابل اللي عندك كلها حطها لها هتبقى جميله جدا. بصوا بقى التوابل اللي انا حطها لها اللي عندي. حاطه 7 بهارات، حاطه دجاج، كمون، في ملح، ربع معلقه سكر عشان الحموضه. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. كده يا جماعه بقى صينيه البطاطس بتاعتنا انا هحط لها شويه زيت بس، شويه صغننين، عشان السجق اللي انا جايباه فيه دهون. وشويه زيت للرز، ومعلقه سمنه للرز برضو كده. السجق هتحطي صينيه البطاطس، هتحطي لها معلقه زيت بس، وتقلبي بنفس المعلقه اللي انت عملتي بيها. تسخن معانا، طريقه جميله جدا وهتعجبكم والله ولذيذه. انا حاطه هنا الطاسه الصينيه تسخن، ننزل بالبصله تتشوح كده، سريعه جدا جدا وبسيطه وطعمها خروج. بصوا الجمال. انا هديها تشويحه عشان انا هاكل البصله تدبل معايا بس مش اكتر. هعمل معاكم شويه الرز، ده غدا سريع. لو انت جايه من الشغل وعايزه تعملي لقمه سريعه، هتجيبي السجق وانت جايه وتجهزي صينيه البطاطس وطعمها يبقى روعه. طبعا قرن فلفل سبايسي كده، تشويحه كده الجمال. بصوا دي حته جميله والله العظيم. قلب الشعريه، التوابل بتاعتنا، تقلبي التوابل بتاعتك مع البصله وهي بتتشوح، طعمها بيبقى جميل جدا وبتدي ريحه ونكهه حلوه. الفلفل حراق طبعا مع التشويحه. الدجاجه كده لازم تدوبيها عشان ما تطلعش معاكي في الاكل. ننزل بالبطاطس بتاعتنا كده يا جماعه، بقلبها اهي. يا حبيبي، شوحها كده حلو وجميله جدا. الشعريه اهي يا جماعه بدات تحمر. بصوا بقى البطاطس بتاعتنا بقت جميله جدا اهي مع التوابل. ننزل بقى بعصير الطماطم بتاعنا كده. نزلت بالقوطه اهي، نقلبها بقى كويس.
كده هي اتقلبت. هتقولي لي طبعا ما حطيتوش لسه السجق. هوريك انا هحطه ازاي دلوقتي. هحط احمر بس الشعريه. بصوا بقى هنص كده. هي هتاخد غلوه وتسيبها تشرب القطه بتاعتها، زي صينيه البطاطس اللي هي بالكفته. قرن الفلفل عامل عمايل. احمد طبعا اكيد في الفيديو بتاع المحشي شفتوا عمل ايه. ان ما عملش صوت ما يبقاش احمد خالص. تقول لهم دوسوا لايك، هم عارفينك اهو. دوسوا لايك اهو، دوسوا لايك. يلا روح بقى كده يا جماعه. هغطيها بقى كده يا جماعه. خلاص هنغطيها تاخد غلوه. نعلي النار شويه عشان كنت موطيه النار. طبعا هنحط الدجاج للشعريه. انا بحط الدجاج مع الشعريه عشان لو انا عندي شوربه هقول ماشي، الشوربه هتكون مثلا حايقه. انما الدجاج لو حطيتيه كده على الرز وجيتي سقيتيه، في دجاج ممكن يدوب معاكي وفي دجاج لا، زي حتت زي كده. فانت تفركيها بايديكي مع الشعريه. انا حاطه 2 اهو، حسب الرغبه بقى. مش حابه الدجاج براحتك. انا بحب احط الدجاج مع الشعريه يتحمر معاها اهي. الزيت والسمنه مع الدجاج والشعريه تتحمر كده. الشعريه اتحمرت معانا. ننزل بقى بشويه الرز. بعد كده التوابل اللي عندك اللي هو الفلفل الاصفر والملح حطيه بعد ما تحطي الدجاج. جميله جدا. حطي شويه الملح. انا لسه جايين من المدرسه وانا عايزه اعمل لقمه سريعه. طبعا شويه الملح مع الدجاج. انا احط الدجاج والملح بس وافضل اقلب شويه كده اهي. شويه ميه سخنين بقى كده يا جماعه. شويه الميه السخنين اهو. الرز اما الحله تكون سخنه اه. بصوا يا جماعه، لما الميه تكون سخنه وانت بتسوي الرز مش هيعجن منك وهيبقى جميل. اهم شيء تكون الميه سخنه او الشوربه سخنه. اديله شويه كمان. بصوا شويه كمان كده عشان انا عارفه مقدار الرز بتاعي. بصوا كده اهو. طبعا الرز اللي انت لو اول مره تجيبي الرز ومش عارفه بياخد ميه قد ايه، اديله شويه ميه يا دوبك يغطوه حاجات بسيطه وياخد غلوه ووطي. وبعد كده تبص عليه مره بمره هتلاقيه كويس. لقيت يحتاج شوربه بتديله، عشان في رز بيقبل ميه وفي رز لا. طعمه جامد جدا. كده بقى نغطي كده اهو. شوف معاكم البطاطس. بصوا الجمال بتغلي اهي. بطاطس تقطعيها شرايح خفيفه، ما تقطعهاش تخينه عشان تستوي معاكي بسرعه. طبعا زيتة احمد ومحمد انتوا خدتوا عليها خلاص، مش لسه جديده. بصوا الجمال. بصوا بتغلي اهي. انا بقى كده مش هفتح عليها دلوقتي خالص. اول ما تبدا كلها تغلي مع بعض كده ويبدا الغليان يندمج مع بعضه هبقى اوريهولكم. والرز بصوا عشان حاطه له ميه سخنه بيغلي اهو من الجنب. تفضلي تدوري في الحله كده لحد ما يتظبط معاكي. تعالى اوريكم الجمال بقى وهي بتغلي. جميله بسم الله. بصوا عامله ازاي. بصوا بدات كلها تشكشك ازاي. نزلي دي كده. مش هقلب ولا هعمل اي حاجه. هي ريحتها جميله جدا. شوف طعمها يا جماله. طعمها جميل. دلوقتي بقى نشوف الرز. الله الرز اتشرب معانا اهو.
نوطي عليه كده. انا وطيت خالص. اما تستوي بقى هدخلها الفرن واوريها لكم يا جماعه. بقى اهي خلاص نشفت. شوف بقى البطاطس معاكم. خلاص البطاطس دخلت على سوا. خلاص هي اصلا البطاطس استوت. طالما بتجسيها كده بصوا الجمال، جميله اهي. خلاص هدخلها بقى الفرن تكمل سواها وتشرب الصوص بتاعها ده كله، ويبقى كده خلصت يا جماعه. بقى خلصت معاكم صينيه البطاطس، وبصوا شكلها جميل ازاي. بصوا السجق جامد جدا. بصوا سخنه مولعه طلعوا بخار، والله العظيم ريحتها جميله جدا. ويلا بينا نشوف وهي في الطبق شكلها عامل ازاي. وبكده يا جماعه احلى طبق وجبه معاكي كده. السجق اهو بصوا متحمر وشكله جميل، والبطاطس والرز. ويا رب كده يكون المنظر عجبكم والطريقه تكون عجبتكم. وبجد بجد وجبه سريعه جدا. هي معاكي نص ساعه بالظبط على ما تدوري وتعمليها. يعني شوفي لو انت متاخره وعايزه تعملي اكله سريعه سريعه، جربي الاكله ديت جميله جدا جدا. وما تنسوش اللايك الجميل وتشتركوا في القناه. ومع السلامه.